المساءلة كانت واضحة ومباشرة لما عرفنا ان امبارح اللواء محمود وجدي وزير الداخلية لان التوقيت سيء ولا في مكانه ولا مناسبته كان التعامل مع الضابط صلاح أشرف ملازم اول بايقافه عن العمل واحالته، مش تحقيق داخلي في وزارة الداخلية لكن احالته للنيابة. احنا معانا لقاء خاص للحياة اليوم، عملنا حوار مع الضابط موجود في مستشفى الشرطة، نسمعه وارجع اسمع تعليق دكتور عكاش. اتفضل. ماشي في الشارع بعربيتي، شارع الجزائر، في قدامي سواق ميكروباص، ماشي في نص الشارع، بيقف كل شوية نازل ركاب وركب ركاب، فدمرت له عشان اعدي منه. دمرت له عشان اعدي منه ومسعليش، قلت ماشي وراه لحد ما الشارع خلص، فراح واقف في نص الشارع عشان ده موقف بتاعهم. وقف عربية في نص الشارع، أنا كنت لازق فيه بعربيتي، في عربية جت واقفة ورايا عايزة تعدي تخش يمين معايا، فبزمر له، لقيته مطلع مطوة من الشباك بخبط بيها على باب الميكروباص بتاعه. يا عم انت واخد الشرق حسابك يا عم انت. لقيته نازل من العربية، فتحت باب عربيتي وجاية بنزل شوف ايه القصة دي فيه. عايز امشي مش قادر، معلق كتفي، اروح المستشفى. وانا نازل خدت الطبنجة بتاعتي حطيتها في ظهري. كان في سواقين ميكروباصات كتير عاملين الميدان موقف، خفت الطبنجة بتاخد العربية. أنا معايا أخويا صغير مش هيعرف يخلي باله منها. نزلت، السواق ابتدى يلف أدبه بيشتم، اللي ينسى الكلام بتاع زمان ده خلاص. ابتديت افهم ان هو شاف البريء جاي داخل عليا عايز يمد ايده على ظهري ياخد طبنجة، جاي مندفع. رحت طلعت الطبنجة بتاعتي، سحب الأجزاء، قربت تطلع في الهوا بس الموقف يخلص ويمشي. كنت خايف هيمشي، للأسف مش ده اللي حصل. اتهجم عليا، مسك الماسورة بتاعت الطبنجة قعد يشد فيها عايز ياخد مني الطبنجة. كتر الشد والجذب ايده جت على
التتك بتاع الطبنجة، طلع طلقة وأمسك الماسورة في وشه كده ناحية رقبته. السواقين ابتدت تنزل تتجمع كلها، اللي واقفين في المواقف. رحت أول ما لقيته واقع على الأرض، طلقة طلعت من الطبنجة، جريت عليه عشان أشيله، فجاي بشيله عشان أوديه المستشفى ألحقه. لقيت الناس قاعدة بتلم عليا، ابتدوا يضربوا فيا، خدوا مني طبنجتي. ساعتها ما ابتديتش احس بحاجة. اخويا الصغير معايا مش عارف اعمل فيه ايه. بعد كده فقدت الوعي تماما. اما رأي شهود العيان اللي حضروا وشافوا الواقع هنتابعها معاكم. أصوات تثور من الغضب ملأت ميدان الجزائر بالمعادي، متوعدين رجال الشرطة بالانتقام، وذلك بعد اشتباك بين ضابط شرطة وسائق ميكروباص تطور بعد ذلك ليلقى السائق مصرعه برصاص الضابط. السواق معدي، راح عربية الضابط معدية، راح السواق خبط في عربية الضابط في المراية، راح الضابط شتموه، قال له انت بتشتمني بامي، قال له انت كمان بترد، راح ضربه في صدره، ما كفروش ضربه في صدره، راح طلع الطبنجة واداله واحده هنا وواحده هنا. ليه العنف ده؟ ليه؟ واحد طالع بيقول يا رب اكرمني، مين هيفتح بيته؟ خليه عاش، خليه مات، مين هيفتح بيته؟ واخد طالعه من هنا، طالعه له كده تزوره. سمعت في دربكه بره، فطلعت اجري لقيت لك في مجموعه من الناس عماله تضرب في واحد، فبقول لهم يا جماعه في ايه؟ قالوا ان هو ضابط شرطه ضرب احد السواقين عشان قطع عليه فضربه بالنار. ضابط اتمسك والجيش جه خده. الجيش بصراحه عامل واجب مع الشعب وكل احترام. ولكن الغضب الذي ملأ من حضروا الواقعة لم يتوقف عند إحراق عربة الضابط وعربة الشرطة التي نجا ضباطها بأعجوبة، بل انهال الشارع الغاضب على الضابط بالركلات حتى تدخلت الشرطة العسكرية وقامت بنقله فورا لمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة. مشهد الحرائق المستمر في شوارع القاهرة يؤكد على أن أزمة الثقة بين الشارع المصري وبين جهاز الشرطة في تنام مستمر، وأنه لا بد من وقفة حاسمة حتى يعود الأمن إلى مصر من جديد. عمرو حسن، الحياة اليوم.